اش واقع لك؟ قول لنا اش واقع لك؟ هذه الكلمه المستفزه هي باش كيواجهوا قطاع الطرق، هذوك اللي كيديروا التروطوار ولا ميكرو تروطوار. ما كنضش ميكرو تروطوار، هذوك كيديروا التروطوار، هذوك اللي ما قاريينش، اللي ما عندهم لا شرف ولا كرامه ولا مبادئ ولا اخلاق، باش كيخاطبوا سيادهم. ملي كنقولوا سيادهم كنقصدوا هنا الممثلين، المنتجين، الفنانين الكبار، المغنيين الكبار، الناس الواعيين، الناس اللي قارين. هذه هي المشكله اللي كنواجهوا حنا في المغرب. ملي كتعطى واحد المهمه لواحد الشخص جايبينو غير من الزنقه باش يديرها، هنا فين كنوقعوا في الغلط. فاكيد شنو واقع ليه؟ شنو واقع ليه بحال اللي وقع لجميع الفنانين وبزاف ديال الفنانين. اللي ما لقاش باش يشري الدواء، اللي ما لقاش باش يداوى، اللي ما لقاش باش يدير العمليه، اللي ما لقاش فين يسكن، اللي ما لقاش باش يعيد، اللي ما لقاش باش يخلص الكرا، اللي ما لقاش باش يشري الكفن يدفن راسو. هذا هو حال الفنان في المغرب. اش واقع لك؟ في نظركم غيوقع لك اكثر من هادشي اللي ذكرت؟ ما تنظنش. اش واقع لك؟ واقع لك كثار، ولكن الواحد كيسكت. مهمشين من طرف الدوله، من طرف وزاره الثقافه، من طرف دوك الجمعيات ديال الفنانين ودوك اللي كيبانوا حتى كيموتوا عاد كيبانوا، كيكرموهم حتى كيموتوا عاد تيديروا لهم تكريم. اشنو الفائده؟ اشنو الفائده الا مات الله يرحمه، عاد فكرتي انت وتفكر فلان وفلان. هذا هو حال الفنان في المغرب اللي مهمش من طرف الكبير والصغير، خصوصا حاليا في الافلام المتداوله ودوك السكيتشات ودوك الفكالات في المغرب، ولا تيجيبوا غير المشاهير ديال السوشيال ميديا اللي ما قارين على الفن، اللي ما تعرفوش شنو هو الفن، وجايبين البز لانهم عندهم مليون وجوج مليون في الانستغرام باش يمثلوا بهم. وخلاو الناس اللي قراو التمثيل قراوه ماشي شدوا ستوري وكيضحكوا في الانستغرام في ستوريات ولا في التيك توك ولا في اليوتيوب وداروا منه محتوى وجابوهم يمثلوا. لا، قراوه، تخرجوا، عندهم حتى هما بكالوريا، عندهم الجامعه، الناس واعيين مثقفين، كيعطوا الفن وقته، كيحترموا الفن وكيحترموا الشعب، كيحترموا المتتبعين ديالهم. هادو مساكن كلهم مهمشين. اش واقع لك؟ فهمتي دابا شنو هي كلمه اش واقع لك؟ يا قليل الادب، يا قليل الاصل، هي اللي مربتك امك وباك. يا خو خليني ساكت، ما فيا ما نخص الهضره، لانه اكيد هذا الميساج اللي يسمعوا الفنانين مساكن اللي مقهورين في المغرب، اللي مظلومين، اللي مهمشين غيسمعوا. فاحتراما ليهم ما خسرش الهضره، لانه بالنسبه لي انا الفنان كنحطو فوق راسي، ممثل كنحطو فوق راسي. حيدوا لي من هاد الناس اللي تجيبوا دابا هاد الشطاحات والشطاحين ديال التيك توك كيدوروا يلوزوا. لا، خلينا اش واقع ليك؟ اش واقع ليك يا قليل الادب، يا اللي ما عندك والدين؟ فهمتي اش واقع ليك؟ هذاك سيدك وسيدك وتاج راسك، هذاك راه فنان. درتها بها الايام، راه هي هذه الدنيا غدار اش غادي نديروا ليه؟ ولكن باش تبقاو تصوروه وتحتقروا، انا بالنسبه احتقرتوه. انا بالنسبه ليا الصوره اللي شفت في الفيديو احتقرتوه، حقرتوا عليه مسكين، حقرتوا عليه. وحتى الا مشى دعاكم ما يدي لا حق لا باطل، لانه هادوك الكبار معاكم، لانهم نتوما جواسيس وجواري ديالهم كتخدموا ليهم. كما تتسمعوا نتوما هما اللي شوهتوا المغرب، نتوما هما اللي شوهتوا بالمرأة المغربية. نتوما يا شفتي لي اش وقع ليك، راه نتوما السبب. يلا، أروفوار.